الفقراء والمساكين، باش البلاد تشعر بالأخوة الحقيقية، ما تبقاش الأخوة غير بالكلام، ما تبقاش الأخوة غير بين الأغنياء وغير الأقوياء، تولي الأخوة عامة بين المواطنين، باش كل مواطن يشعر بالافتخار أنه مغربي في العالم. واليوم الله شاهد أخوتي، اليوم إلا كانت تلقى المغاربة المقيمين في الخارج هما الأولين كيجيو كيعانقوني كيتصوروا معايا تيقولوا لي السي عبد الإله nous sommes fiers de dire que nous sommes des Marocains. نحن نفتخر أن نعلن في العالم في الخارج أننا مغاربة. هذه الحكومة بفضل الله رفعت رأس المغرب عاليا. ايوا دابا هذا الشيء اللي قلت لكم اليوم راه ما كنتش كاع محتاج نقول لكم، راه هذه 4 سنين وانا كنهضر معكم، هذه 4 سنين وانا كنقول لكم هذا الشيء. المعارضه كتجي تسولني في البرلمان، كتجمعوا قدام التلفزيون باش تشوفوا الجوابيه ولا لا؟ ايوا طيب، واخا المعارضه في الاخر عيات وخافت وما تلاتش بغات كاع تسول، واللقاء الاخير ديال مجلس المستشارين وخروه 4 المرات وفي الاخر مشاو بحالتهم قالوا الله يسامح. هذه معارضه عاجزه ان تطرح السؤال، فكيف ستكون قادره على ان تاتي بالجواب؟ معارضه فاشله ومعارضه مرتزقه. قالوا لي واحد قال لهم هذا السي عبد الإله ما كيبغيش التطوانيين، ولكن السي عبد الإله على الاقل ما جا شايل تطوان وسرق اللوحه اللي كانت في المقر ديال الحزب ديالو. واي اجي شبه نبه. هاي عبد الإله وشباط، سبحان الله كيفاش هذا الشيء؟ ماشي معقول هذا الكلام. هذا الشيء هذا اخوتي بغيت نقول لكم واحد القضيه، هذا الشيء راه بيننا وبينكم. انا نقول لكم، انا الايمان ديالي ان هذا الحزب هو هديه، فرصه من الله سبحانه وتعالى تعطات للشعب المغربي، خاصو يحافظ عليها. ولكن حنايا راه ما عندنا بعد الله حتى شي واحد ما عدا نتوما. الا دفعتيو علينا واذا صوتيو علينا واذا عبأتيو الناس باش يصوتوا علينا، راه هذا الشيء غيستمر، والبلاد ان شاء الله غاديه تزيد تقدم.